عزيزي المتابع، لك أن تتخيل أن نادي الأهلي المصري تأسس عام 1907 ميلادي. 1907. شوف، لذلك سمي نادي القرن. نادي عظيم وكيان كبير جدا. والله يا الربع، واللي لفت انتباهي أن النادي رياضي وثقافي واجتماعي. خلي كرة القدم، لا، النادي داخله تعرف شو؟ مدينة. نادي داخله مدينة، يعني كيف؟ كوفيات ومطاعم واستراحات وقعدات واشياء ثقافيه واجتماعيه، وكبار السن من الاباء والامهات يجوا هنا مع عيالهم. صار عندهم روتين يومي من الفجر الى المساء يوميا، لك ان تتخيل. لذلك شيء جدا لفت انتباهي، وبالتحديد شفنا ملاعب كره قدم، سويمنج بول، بادل، تنس، كل ما هو متعلق بالرياضه وكل ما هو متعلق بالاشياء الثقافيه والاجتماعيه. مدرسه، نادي يدرس. والله يكفيك انه اجتماعي، الاباء والامهات والابناء ايضا كلهم يجون هذا المكان، فتلاقي الكل متعرف على بعض. انت شفنا احنا يوم وصلنا كيف كانهم مستقبليننا في بيتهم. اي والله بيتهم، هذا بيتهم ترى. الترحيب والاستقبال، مرحبا بكم في مكانكم بين اهلكم وربعكم وناسكم، فهذا شيء جميل جدا. وعلى فكره، نادي بيحترم جماهيره، نادي بيحترم رؤسائه اللي مروا على تاريخه، مسوين تمثال. يعني على سبيل المثال، شوف هذه اللقطه اللي وراي، هذول الشهداء الله يرحمهم برحمته. شوف، حاطين صورهم، لافتة جميلة ستظل ذكراكم في قلوبنا باقية، الله يرحمكم برحمته. شوف، وأيضا في تمثال ثاني للكابتن صالح سليم، وصور لرؤساء النادي ومتى تأسس النادي. يا رجل، البطولات والله في نادي